بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بأمر الله تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو رؤية البطاطس في المنام بالنسبة للبنت العزباء والمرأة المتزوجة والمرأة الحامل. رؤية البطاطس قد لا تكون رؤية البطاطس في منام البنت العزباء من الرؤى المبشرة للخير لها، لأن هناك العديد من التفسيرات التي لها دلالات شر. فمثلا قد تفسر هذه الرؤية بالفشل وبالصعوبات التي ستواجهها الفتاة العزباء خلال الفترة القادمة من حياتها، والتي عليها التكفل بها لوحدها، تواجه هذه الصعوبات بنفسها. وأكل البطاطس المقلية في المنام للعزباء بيدل أكل البطاطس في حلم العزباء على الحالة النفسية السيئة التي تمر بها هذه الفتاة العزباء، وسوف تتخلص منها بأمر الله تعالى. أما رؤية جلي البطاطس في المنام للبنت العزباء، ده بيدل على بعض المشاكل اللي هي هتصادف البنت في حياتها. ده بالنسبة للبنت العزباء. أما للمرأة المتزوجة، البطاطس في منامها، شراء المرأة المتزوجة للبطاطس في منامها دليل على الأزمات. دليل على إيه؟ على الأزمات، وإنها ستقع في أزمات في الأيام القادمة مع زوجها. ورؤية البطاطس في منام المرأة بصفة عامة دليل على عدم الاستقرار. دليل على إيه؟ على عدم الاستقرار والسعادة، يعني مفيش استقرار ولا سعادة في الحياة الزوجية. وربما هي دليل على المشاكل، ربما هي إيه؟ دليل على المشاكل التي تعاني منها. بينما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تطبخ البطاطس وتسلقها، فده دليل على رغدها في العيش. الرؤية بتختلف، لو شافت البطاطس وهي بتسلقها فده دليل على رغدها في العيش الهنيء والمريح والتخلص من كل الهموم أو الغموم التي عايشتها من قبل. ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. طب تفسير حلم رؤية البطاطس للحامل في منامها: رؤية أكل البطاطس في منام المرأة الحامل بيدل على زوال الهم. زوال الهم للمرأة الحامل لو رأت إن هي بتأكل البطاطس. لكن لو رأت إنها بتشتري البطاطس من السوق، المشكلة هنا دليل على عنائها. عنائها عند ولادتها. أول ما تيجي تلد هيكون في صعوبة في الولادة، ولكن الأمور ستمر على خير إن شاء الله، ولكن ستعاني بعض الشيء في وضعها لهذه الولادة، ولكن الأمور ستمر على خير بأمر الله تعالى. وهذا ما يتعلق برؤية البطاطس في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.